السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسلامة. ومرة أخرى كده رمضان كريم على الجميع، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب يتقبل الله منا ومنكم يا رب سائر الأعمال. ويا رب كده يكون الجميع يعني حريص على يعني صلاة التراويح، وحريص على قراءة القرآن، وحريص على يعني أداء كل الأعمال الصالحة بإذن الله تعالى في شهر رمضان الكريم. فرصة، اوكازيون، يعني لما بيبقى عندك فرصة ان انت تعمل حاجة بالسنة كلها. يعني تخيل كده ان انت بيبقى عندك حد بيقول لك ايه، اشتغل شوية كده واديك مرتب سنة. تخيل الموقف. فيعني ربنا يا رب كده يتقبل منا جميعا. ومعلش بقى ان انا هاخد من وقتك شوية كده، ايه، شوية دردشة كده، ودينا برضو بنسلي صيامنا شوية يعني. أه طيب، عندي حاجة عايز اقولها عن إدارة النادي الأهلي. لان اداره النادي الاهلي يعني زي ما قلت كده في اخر فيديو بتاع زد، احنا محتاجين نقف على حاجات كتير قوي في اداره الكوره. وانا هنا مش هتكلم قوي فني، وشويه هطلع بره المستطيل الاخضر مع اني ما بحبش ده قوي. بس يعني في حاجات لازم ان احنا نتكلم عنها، وانا حابب ان انا اتكلم عنها دلوقتي، مش الموسم الجاي، مش في اخر الموسم لما تحصل مثلا نتيجه مش افضل حاجه او كده، ومش في اخر الموسم لما يبقى مثلا في نتيجه كويسه. يعني الموسم اللي فات كان النتيجه كانت جيده نوعا ما، ان انت كسبت دوري وسيمي فاينال دوري ابطال، لكن في النهايه لا، الاداء كان سيء جدا. فبصراحه في شويه حاجات كده احنا محتاجين ان احنا نتكلم فيها عن اداره الاهلي شويه. اول حاجه الهيكله، هو مين بيعمل ايه؟ النهارده انت عندك كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، النائب مستر ياسين المنصور، مشرف على الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ، في لجنه تخطيط، وفي مدير رياضي اللي هو كابتن محمد يوسف، وفي مدير فني. فاللي هو مين بيعمل ايه بقى؟ يعني لو اتكلمنا كورة عن الكورة بس، مين بيعمل ايه؟ طيب، من المفترض الطبيعي في العالم ان المدير الرياضي ده بيحط خطة. انا بحط خطة للمواسم الجاية، 4 5 سنوات الجاية انت هتعمل ايه. المدير الفني بيحط خطة الموسم. يعني المدير الرياضي شايف ان انا كمان 3 4 سنين المفروض انافس على الدوري مثلا اي فرقة، فانا بجيب مدير فني السنة دي، هو بس بيحط لي خطة الموسم شوية السنة دي. ان هو السنة دي مثلا انا المفروض مثلا هطور اللاعب الفلاني، اشتغل باللاعب الفلاني، اجيب المركز الفلاني، احسن شوية حاجات في الديفنس. بس مش هعمل حاجة اللي هي المدير الفني مش هيعمل لك حاجة ل3 4 سنين قدام يعني. طب هل ده بيحصل في النادي الاهلي حاليا؟ الاجابة لا. الواضح شوية في إدارة الكورة ان كابتن محمد يوسف اللي هو مدير رياضي هو واخد شغل القطاع. يعني هو ماسك قطاع الناشئين، انا ماسك كل ما له علاقة بقطاع الناشئين. المدير الفني ماشي بيجهز للموسم، يعني مع ان تجهيز لا يسترب للموسم، وبالاخص الفتره بتاعه ضغطه الماتشات ما كانش احسن حاجه. طيب مين بقى اللي بيخطط؟ هو الاهلي في كاس العالم 2029 هيبقى شكله عامل ازاي؟ هل هو كابتن سيد عبد الحفيظ، ولا هل هو مستر ياسين منصور، ولا هل هو ما زال كابتن محمود الخطيب؟ المفروض من فهمنا المتواضع واللي اتقال يعني ان مستر ياسين منصور وكابتن سيد عبد الحفيظ دخلوا عشان يبقوا هم اصلا كابتن محمود الخطيب بسبب الحاله الصحيه عند كابتن محمود الخطيب، ربنا يشفيه. فانت عندك دلوقتي شويه حاجات، قرارات كان بياخدها كابتن محمود او بيأشر عليها. القرارات دي خاصه بحاجتين: فرقه الكوره والنادي. نادي ده بقى اي حاجه، بقى اي حاجه عامه تخص النادي، تخص اي رياضه تانية مثلا، اي حاجه. وعلى الاقل زي ما بقول لك بيأشر حتى عليها، حتى لو ما دخلش في كافه التفاصيل قوي، وبس هو المشرف على الكوره، فالكوره هو بيدخل في تفاصيل التفاصيل. فبالتالي هو كابتن محمود الخطيب حط شخصين بداله: واحد للنادي اللي هو مستر ياسين منصور، وواحد للكوره اللي هو كابتن سيد عبد الحفيظ. طيب مستر ياسين منصور لما طلع مع كابتن احمد شوبير لما كان في قناه الاهلي اتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهو مبدأ الملفات. ان انت لازم، انت عندك دلوقتي كذا واحد بيدير الكوره، فازاي هندير كلنا مع بعض؟ عشان ينفع كلنا ندير مع بعض لازم كل واحد ياخد حاجة معينة يشتغل فيها، والتاني ملوش دعوة بيه. هو من الاخر هو بس ايه، بينسق معاه. بس انا ما بجيش بقى اعلي عليك في الشغلانة دي، لا خلاص. يعني مثلا مين اللي هيختار المدير الفني للنادي الاهلي؟ كابتن فلان، بس خلاص شكرا.
هو كابتن فلان ده هو هيروح يدور ويبحث ويعمل، وفي الاخر هيجيب لنا لسته. احنا اخرنا ايه؟ والله هنقعد نتكلم معاه استشاري، هنقشر على القرار بتاعه الكلام ده. بس هل احنا هنعمل الشغلانه؟ لا، احنا مش هنعمل الشغلانه. فده يقسم الشغل لحاجه اسمها ملفات. طيب في ملفات كرة في النادي الاهلي، في ملفات كرة كتير تتقسم على الناس الموجوده، تتقسم، بس ما عدا لجنه التخطيط دي اللي انا مش لاقي لها ملف تمسكه بصراحه. يعني انا متفق تماما ان كابتن محمد يوسف يمسك قطاع الناشئين. يا باشا مالكش دعوه بأليو ديانج هيجدد ولا لا، مالكش دعوه بعقد تريزيجيه قيمته كام، مالكش دعوه باللاعب اللي غلط هيتغرم كام، مالكش دعوه بالقصه دي خالص. مش انت ده مش تهميش دور، ده تقسيم ملفات. وعايز تسميه تهميش دور تسميه، بس انت النهارده انت احنا عندنا في مصر ما عندناش فكره اللي هو ايه، ان واحد يدير. احنا يا اما واحد بيدير بنفسه، يا اما ناس كتير قوي بتدير. مفيش فكره ان احنا 2 3 يقسموا الدنيا مع بعض ويبقى في ناس تحتهم ويبقى في هرم كده. مفيش القصه دي. هو يا واحد بيعمل كل حاجه، يا مليون شخص. تلاقي الواحد عنده 5 6 مديرين. نحب احنا كلمه مدير. يا اما هو واحد شايل الليله كلها. فبالتالي الاهلي في انهي وضع حاليا؟ الاهلي عنده 5 6 مديرين، لان كابتن محمود الخطيب كده كده انت عارف ان دي اخر يعني دوره ليه. فخلاص هو عايز يجيب الخلفاء اللي بعده، فهيسيب الناس تدير. يدخل بقى مستر ياسين منصور، يدخل كابتن سيد، يدخل مهندس خالد مرتجى، يدخل. فلازم يبقى في تقسيم، انت عارف انت بتدير ايه وانت بتدير ايه وانت بتدير ايه وهكذا. فاول حاجه لو اتكلمنا كوره يعني، قطاع الناشئين مع كابتن محمد يوسف. طب هل كابتن محمد يوسف مع حاجه تانية؟ حاجه انا هسميها لستة اللعيبه. انا عايز كابتن محمد يوسف من خلال فريق سكاوتنج حلو 2 3 شباب. مش لازم يبقى عندك علاقات، بس اهم حاجه الشباب دي تبقى عندها شغف ووقت وتقعد تتفرج كتير. انا عايزك كل مركز في الاهلي تحضر لي لسته فيها 3 4 اسماء لكل مركز. حتى حراسه المرمى اللي انت ما عندكش فيه مشكله، حضر برضو لسته. الليسته دي هتبقى مبنيه على فرق افريقيا، فرق الدوري لو عندك ناس في الدوري انت شايف ان هم كويسين ويبقوا يقدروا ان هم يجوا يلعبوا في الاهلي. والاهم من ده، لو انت هتجيب حد من اوروبا زي ما قلت لك قبل كده، يبقى لك مرجعيه. ما تروحش تجيب اي فيديو من اي وكيل وخلاص. لا، انت رايح لان انت في شخص معين هناك انت عارفه كويس جدا، واثق فيه جدا، مدير فني سابق، حد زي ما حكيت لك كده تجربه فايلر في سويسرا مع سيرفيتو، وان كان فايلر دلوقتي في امريكا باين. فانت بتروح اوروبا عندك مرجعيه، فانت عارف انت جايب داتا مظبوطه، جايب فيديوهات كتير جدا، ماتشات كامله مش بس فيديوهات للعيبه تقعد تتفرج عليها. الناس اللي مع كابتن محمد يوسف يتفرجوا، كابتن محمد يوسف نفسه يتفرج. انا عايز لسته 3 4 او 5 6 لعيبه يا عم في كل مركز. حارس مرمى 5 6، باك يمين، باك شمال، قلوب دفاع، الستة 8 10، المراكز كلها. الليسته دي انت مش هتفوت حد، انت هتاخدها تحطها في الدرج. هنحتاجها امتى؟ هنحتاجها لما حد يمشي. طيب دول الحاجتين اللي كابتن محمد يوسف هيعملهم. هل كابتن محمد يوسف هيتدخل في تجديد عقود اي حد؟ لا. هل هيتدخل في ان فلان يمشي ولا ما يمشيش؟ لا. هل هيتدخل في ان امام عاشور ما جاش ياخد غرامه كام؟ لا. كل ده حطه على جنب، انا مش عايزك تعمله. طيب ايه تاني؟ كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي هياخد ملف تجديد العقود والفصل في مين يقعد ومين يمشي. يعني انا جاي لي عقد دلوقتي مثلا، او جاي لي عرض مثلا لامام عاشور بمبلغ كذا، امام يقعد ولا يمشي؟ ما هو مين اللي هيقرر؟ كابتن محمود الخطيب. ما كابتن محمود الخطيب ربنا يبارك فيه ويديله الصحه. احنا لازم بقى نتعلم ان احنا نقرر احنا. طب هو هيقرر من دماغه هنا؟ هو هينسق بقى مع كابتن محمد يوسف. يعني مثلا انا دلوقتي جاي لي القرار، علشان اخد القرار السليم لازم الاول ادرس وانسق. طب يا كابتن محمد دلوقتي لو احنا مشينا امام، مين البدلاء؟ الليسته 5 6 اسامي اللي انت بتتكلم بقى فيه اللي انا قلت لك عليهم. طب هل عندنا حد يا كابتن محمد في قطاع الناشئين يقدر يدخل النهارده ولو بديل؟ يعني مثلا هنجيب فلان من الليسته اللي انت قلتها، وهنجيب بقى واحد من قطاع الناشئين، انت بقى مدير انت بقى اللي عارف القطاع، يقدر يدخل النهارده. فلو انا عندي الكلام ده خلاص انا اقدر امشي امام، ما عنديش مشكله.
طب انا همشي امام، طب انا عايز في امام كام؟ يجي لي كام عشان امشي؟ 7 مليون، 8 مليون. تجديد العقود، طب ديانج يجدد ولا يمشي؟ طب لو نفترض ان ديانج ما جالوش فالنسيا وهيجدد، طب يجدد بكام؟ القصه دي مع كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ هو المسؤول عن موضوع العقود. طيب هل في ملف للكوره هيدخل فيه مستر ياسين منصور؟ في ملف في الكوره هيدخل فيه مستر ياسين منصور. اولا هو، وده هاجي لك فيه كمان شويه، العقود بتاعه اللعيبه. يعني انا عايز مستر ياسين منصور بالدماغ الاداريه، لان عقود اللعيبه مش هتبقى مجرد انت هتاخد مبلغ اكس وخلاص ويتكتب في العقد، لا هيبقى فيه بنود كتير، زي كده ما بيعمل ايمن الشريعي في انبي كده. بنود بقى كتير في العقود. فكره شركه الكوره والاعلانات والتنسيق، وان انت هتبيع الاعلانات بكام، موضوع الاعلانات ده لازم له اداره قويه جدا. فمستر ياسين منصور هيعمل ده، مع انه طبعا هيقوم بدور بره الكوره، لانه نائب رئيس النادي كله مش كوره بس. فعلشان كده هو الدخله بتاعت ياسين منصور في الكوره مش هتبقى كتير، بس انا هحتاجه فيما يتعلق بالعقود، وفيما يتعلق في الفصل شويه في قصه فلوس الاعلانات واداره الموضوع ده. طيب فنيا مين يتابع ياستروب؟ سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ هو اللي هيتابع ياستروب، هو اللي يشوف بقى والله الراجل ده احنا، مع ان المفروض ان في العالم كله مدير رياضي، بس انا زي ما بقول لك انت عندك ناس كتير بتدير الكوره، فانت هتدي مين ايه؟ فسيد عبد الحفيظ هو اللي في اخر الموسم والله هيشوف بقى والله ياستروب ده حقق اللي احنا عايزينه ولا ما حققش اللي احنا عايزينه، فيقعد فيمشي. طب هنجيب واحد مكانه، طب هياخد كام؟ ولازم هنا يبقى معاه بقى تنسيق مع مستر ياسين منصور في العقد بتاع الراجل ده، الشرط الجزائي بتاعه. تحط بنود، هل ينفع مثلا تحط بنود في الشرط الجزائي؟ انا مش راجل قانون، بس ده سؤال. يعني هل ممكن مثلا نقول الشرط الجزائي بتاعك هو شهر يصعد الى 3 شهور في حال تحقيقك بطوله من البطولات الاتيه، وتكتب بطولات مثلا؟ هل ممكن تعمل حاجه زي كده عشان ما ندخلش في قصه الشروط الجزائيه اللي احنا عمالين ندخل فيها كل شويه دي؟ ولا الحاجات دي بتبقى استنباط ما ينفعش تطلع منها مثلا عن اتحاد الكوره مع اللعيبه؟ نفس الكلام برضو. هل ممكن تحط عقود اللعيبه حاجه زي كده؟ ودي هتبقى مفيده في فكره ان انت تحمي لعيبتك من فكره ان هو ايه، ما يبقاش عايز يجدد ويطلع فري للخليج او حاجه زي كده فيقرفك في التجديد. ممكن لاعب يجدد معاك بس انت تحط شويه بنود، بند مثلا زي اللي هو ايه، والله لو جالك مثلا، لو جاي عرض اللاعب بقيمه مثلا 2 مليون دولار مثلا، يعني انا بضرب لك اي حاجه، اذا من ممكن اعتبار هذا المبلغ كشرط جزائي يمكن للاعب دفعه للنادي لفسخ التعاقد. ما انا عارف انا مش راجل قانون، أنا بس بقول لك حاجه تتكتب بالصيغه دي بالشكل ده. فده على الاقل لما يجي لاعب، لان انت جالك مثلا اكرم توفيق ورامي ربيعه مش عايزين نجدد. وخلي بالك موضوع التجديد ده، آه يعني انا عارف ان الاهلي بيتاخر، بس في نفس الوقت هو الاهلي مش هيكلم اكرم توفيق قبل ما يجدد بثلاث سنين عشان يجدد له، هو هيكلمه في اخر سنه. بس اخر سنه ده انت دخلت خلاص متاخر، لان اخر سنه وكيل اكرم توفيق لعب في دماغه وقال له ماطل شويه وادخل في الست شهور اللي في الاخر، وانا هجيب لك نادي في الخليج يديك فلوس كتير لان انت هتروح فري، فالنادي مش هيدفع الترانسفير فيه بتاعتك للاهلي، فهيدفع لك مرتب حلو والوكيل ياخد عموله حلوه. فيبدا الاهلي يكلم اكرم توفيق عشان يجدد في اخر سنه، فاكرم بقى يبدا ما مش لازم اكرم، يعني انا بس ده اللي جه في دماغي، يبدا يدخل بقى يقول لك طب والله طب استنى بس لما نرجع من توقف الدوري، طب استنى اصل انا بتجوز، طب استنى اصل انا اخلف، طب استنى اصل انا مش عارف اعمل ايه، طب استنى نخلص افريقيا. مطلب بقى لحد ما ندخل في اخر 6 شهور، وشكرا دخلت في اخر 6 شهور خلاص اللعيبه هيروح يوقع مع حد تاني وخلاص. طيب ما احنا نحاول، هي المشكله ايه؟ المشكله ان اللاعب مش عايز يتدبس معاك في عقده ما يعرفش يطلع، وفي نفس الوقت هو اللي بره ده مش اكيد 100%. فلا هو عارف يقول لك انا مش هجدد، ولا هو راضي باللي انت عايزه، لان هو طامح في حاجه تانية الوكيل جابها له بره. وبناء عليه بنود العقود، ولازم الاهلي هنا يبقى عنده شيء من المرونه في ان اللعيبه تطلع. يعني مثلا زي ما بقول لك كده، لاعب زي اكرم، كوكا، اللعيبه اللي هي مش التوب، انت ليه متوقع انك هتاخد فيها فلوس كتير قوي يعني؟ يا عم اكتب مبلغ بالمعقول، واكتب كده في العقد والله اذا حصل او اذا توفر عرض للاعب من اي نادي بمبلغ قيمته تتجاوز او تساوي كذا،
يتم اعتبار هذا المبلغ شرط جزائي واللاعب يحق له فسخ التعاقد بهذا المبلغ، اي حاجه. ويبقى انت خناقتك مع اللاعب هنا في المبلغ ده، المبلغ بقى اللي انت عايز تحدده بقى ده، والوكيل بقى يقعد يقول لك بقى لا مش 2 لا 3 لا 4. فيبقى انت على الاقل هنا التفاوض بقى مختلف شويه، ويبقى انت طلعت كسبان. انت ايه مشكلتك في ان اللعيبه تمشي فري؟ انك ما بتاخدش فلوس. انت جبت لاعب، قعدت انت ممكن تكون شاريه قيمه من النادي بتاعه، وقعدت تقبض فيه، تقبض في الاخر اللاعب سابك ومشي. جاب لك بطولات وكل حاجه وكسبت بطولات، بس افضل شيء ممكن انت تطلع منه بمبلغ مالي، مش لازم يكون اعلى حاجه في الدنيا، بس تطلع بفلوس. فدي فكره ممكن تنجح وممكن لا، بس انا اللي بحاول اعمله معاك ان انا افكر، يعني انا بحاول افكر في حل. يعني احنا سامعين كلام كتير قوي عن ان هو بقى لا ولازم نحل، والاهلي وحش والاهلي بتاع ماشي، الاداره وحشه، الاداره سيئه، طب حلو، الاداره تعمل ايه بقى؟ يعني حط نفسك مكان الاداره، هتعمل ايه؟ هل انت هتديرها بالسيف اللي هو لا هو ده العرض وعاجبك مش عاجبك اطلع بره؟ طيب حاضر ماشي انا طالع بره. ما هو مبقاش فيه الولاء بتاع زمان خلاص، ما بقاش فيه فكره ان انت لازم انا هجري ورا تيشيرت الاهلي. ما انت كنت متخيل ان حامد حمدان هيجري ورا تيشيرت الاهلي، عمل ايه؟ سابك وراح بيراميدز لما انت ما خلصتش. ففكره انه تيشيرت الاهلي اغلى من كل شيء في التاريخ، ما انا اسف يعني انا راجل اهلاوي بس الكلام ده مبقاش ياكل عيش. عايز تفضل ماشي ورا الشعارات خليك ماشي ورا الشعارات. في فرق بين الشعارات والمبادئ. المبادئ هي شويه جمل او قيم انت بتحطها علشان اسس بتحطها للاداره بتاعتك، زي مثلا الاهلي فوق الجميع، فالاهلي اهم من الاهلي، فخلاص انا مش هقعد اجري ورا لاعب. يعني انت كلاعب انا فحاولت افاوضك، حاولت احط لك رقم، حاولت اقول لك طب هحط يا عم بند اهو انك لو جالك مبلغ كذا خلاص اعتبره شرط جزائي ويمشي. اللاعب قال لك لا برضه، لا خلاص اتكل على الله مع السلامه. هنا هتطبق الاهلي فوق الجميع بس فكره ان انت من الاول هتمشي ان هو بص يا باشا هم 10 مليون، عاجبك مش عاجبك اتكل على الله. هو مبدأ مش وحش على فكرة، بس في النهاية الدنيا ما بقتش كده قوي، لازم تعترف بده. وخلي بالك انا بحب اشوف التاريخ وبحب اشوف الناس اللي بره. ليفربول مثلا، ليفربول كسر قاعدته مع صلاح وفان دايك. هل ده كان صح؟ هل ليفربول في احسن حالة؟ لا، ما انت عندك كوناتي متضايق مثلا، ما هو كوناتي هيبدأ يجي يقول لك طب اشمعنى فان دايك؟ بس هو ليفربول عمل كده ليه؟ ليفربول عمل كده مع اتنين خلي بالك ان ليفربول هيرجع يصلح الدنيا دي، بس هو عمل كده مع اتنين كبار هو ما يقدرش يستغنى عنهم النهارده. ما انا ما اقدرش النهارده اخسر اتنين من الكباتن، صلاح حتى لو ما مسكش الشاره هو كابتن. ما اقدرش اخسر الكابتن الاول لفرقتي واخسر واحد من القاده بتوع الفرقه، وانا اصلا هطلع ارنولد، فبالتالي هضطر اجدد لك مبلغ اكبر شويه من السقف بتاعي، فهكسره. وكمان شويه كوناتي هيعترض، بس انا عارف ان انا هعمل ايه. انا عارف ان انا كمان شويه انا خلاص الاتنين دول هيطلعوا، هيكون بقى في ناس تانية بقت هي الكباتن، فانا اقدر اطلع الاتنين دول. الله اعلم هو ليفربول عايز يعمل كده ولا لا، بس ده المنطق، ده المنطق اللي تفهمه من ليفربول بيعمله. فبالتالي انت لازم وده دور كابتن سيد عبد الحفيظ، انت لازم تبقى فاهم اللاعب ده اللي هيجي لي ده زي اكرم مثلا، هل اكرم من نوعيه اللعيبه اللي لا انا لازم اقعد احاول اتفاوض معاك، ولا لا هو الرقم ده وشكرا ان اكرم عايز كده تمام مش عايز مع السلامه؟ طب هو ايه اللي هيحددها؟ البودلة. يعني محمد الشناوي، وانا قلت لك الكلام ده قبل كده، انا مش هقعد اجري ورا محمد الشناوي عشان اجدد لك بفلوس او يعني باللي انت عايزه، لا. ليه؟ لان بديلك جاهز، البديل بتاعك جاهز. طيب مين تاني؟ اكرم وديانج، يعني هو كان يكفي واحد منهم. يعني هو الفكره ان ديانج ماشي واكرم برضو ماشي، فكان يكفيك واحد من الاثنين. رامي ربيعه انا عندي راي شويه مختلف مع الناس، في ناس بتقول لك ما هو رامي كان يقعد، يعني انت عاجبك رامي دلوقتي اصلا يعني، او عاجبك قصدي الدفاع بدون رامي، ماشي، بس انت لو قعدت رامي ربيعه هيبقى خط دفاعك عباره عن رامي وياسر ابراهيم اغلب الماتشات. كمان سنتين رامي ربيعه خلاص يعني بره البرايم بتاعه تماما، وياسر ياسر اصلا دلوقتي بيتصاب كتير.
مين اللي انت جهزته مكانهم كاحلال وتجديد؟ فكان لازم واحد فيهم يطلع، ما كانش بالضروره يبقى رامي، بس رامي هو اللي جاله الفرصه، هو اللي جاله العقد انه يطلع. فخروج رامي ربيعه كان منطقي. انت اتعورت شويه في خروج رامي ربيعه، ليه؟ عشان اشرف داري ما حلش. هي دي المشكله. يعني انت تعبت في خروج رامي ربيعه عشان اشرف داري ما حلش، ودي كانت الغلطه. انك كان لازم لو رامي ربيعه بيخرج تدخل واحد من القطاع، علشان لما اشرف ما يحلش يبقى معاك واحد من القطاع شغال. انا عارف انك هتقول لي يا عم، يا دي القطاع اللي انت مغلبنا بيه، انا جاي لك في القطاع كمان شويه. بس الفكره الاساسيه ان امبارح الزمالك كسب بيراميدز وهو معاه باك يمين اسمه محمد ابراهيم، لاعب ناشئ بيلعب على زلاكا، اللي هو لعيب مهاري يعني، من لعيب راح المنتخب قبل كده، وبيلعب على ايفرتون في الشوط الثاني. لا صفقه خيشت، بس يظل برازيلي يعني. فانت مشكلتك مع رامي ربيعه ان انت ما كنتش جاهز. انت هتعمل ايه بعد ما يمشي؟ زي ما انت ما كنتش جاهز بعد منعم، هتعمل ايه؟ ما عندكش لعيبه في القطاع تطلع تبقى بدلاء تتعلم وبعد شويه تبقى اساسيين. فعملت ايه بقى؟ رحت جبت 15 16 مساك لحد ما ياسين مرعي لفق منهم، بس عوضنا رامي. فهو مشيان رامي ما كانش غلط، المشكله ان انت ما كنتش جاهز بخطه بعد رامي ربيعه ما يمشي. ليه؟ ما عندكش الشورت ليست او القائمه اللي قلت لك عليها من شويه اللي فيها 5 6 اسماء، وما عندكش تنسيق مع كابتن محمد يوسف. فكابتن محمد دلوقتي احنا عندنا واحد يقدر يدخل مكان رامي ولا لا؟ هتقول لي ساعتها كان كابتن محمد رمضان، مش هقول لك ما هي نفس الفكره. طيب نرجع لمرجوعنا عشان ما نتوهش. طب ما انت كده انت اصلا مشيت اكرم ومشيت رامي ومشيت الشناوي، امال هتجدد لمين؟ هتجدد بقى الناس. يعني مثلا لو امام مثلا في فتره هيمشي، انت شايف ان امام محتاج يقعد؟ لو مروان عطيه مثلا كمان سنه جاي له مش عارف ايه يعني مثلا، يعني دي لعيبه لا دي صعبه تمشي. فدي لازم تبدا تتكلم معاه بالفكره اللي انا قلت عليها، ان انت تحاول تحط له بند ان لا جدد معايا، ومش هدي لك فلوس ملايين الدنيا والاخره، بس انا هدي لك بند ان لو جالك عقد معين اتكل على الله. هتقول لي طب ما هو ساعتها المبلغ اللي هو هياخده بره في الخليج اقل من اللي هو هياخده هو فري، ماشي، بس يظل اكتر من اللي هو هياخده في النادي الاهلي، فهو كسبان برضه. انت دخلت بس خدت شويه من المرتب بتاعه على شويه فلوس من النادي، وعملت ترانسفير فيه كده خدتها. بس هو النادي دفع شويه فلوس زياده، بس نتيجه ان هو ياخد اللاعب في الوقت ده دلوقتي، واللاعب شويه فلوس قلت من عنده، بس هو ستيل واخد فلوس اكتر من اللي كان بياخدها عندك. وده كان حل احسن من فكره زيزو. يعني زيزو مشكله يعني فكره الاعلانات، وفكره ان انت ايه، الاهلي بقى حلها بحل تاني خالص بقى. لا انا عايز اجدد للاعب علشان احمي اللاعب من ان هو يروح فري، فانا هعمل ايه؟ انا هدي اللاعب جزء فلوس في العقد، وهدي له جزء فلوس كبير اعلانات. فانت عملت كده لما مضيت مع زيزو كبدايه. خد بقى الباقي. مروان عطيه دلوقتي عمل اعلان وطالع مع رامز، وانا متهيالي انك هتيجي شويه، انت كمان شويه هيبقى في حاجه اسمها باكج رامز. يعني اللاعب وهو بيجدد في الاهلي هو عارف ان انا ليا راتب، ليا شويه اعلانات، وليا حلقه رامز، ففي باكج كده اسمها باكج رامز هتبقى موجوده في الاهلي. لان الكلام ده طلعك بره الكوره، الكلام ده بدا يخلي اللعيبه بتاعتك تركز بره الكوره، وتركز في الاعلانات، وتركز في الكلام ده اكتر من الكوره نفسها. فاثر على ده لعيبه جوه المستطيل الاخضر، بدل ما بقى اللاعب هو حريص انه يؤدي اداء قوي قوي علشان يدفع انديه بره ان هي تيجي تدفع فيه المليون ونص ولا ال 2 مليون دولار اللي انت حاططهم في العقد لما الناس تيجي تستفسر على العقد. لا، هو اللاعب بقى حريص ان هو يطلع يعمل اعلانات بره وخلاص. عايز تدي لاعب فلوس اربطها بالكوره دايما، ما تربطهاش بشيء خارجي، فيبقى هو مهتم بالشيء الخارجي على حساب الملعب. طيب وده ياخدنا بقى لنقطه برضه تانية في الاكاديميه او قطاع الناشئين. يعني الاكاديميات، الاهلي عنده تقريبا ما يقرب من 16 اكاديميه. هو في الويب سايت مكتوب ويب سايت النادي الاهلي عشان ما نجيبش حاجه بره هي مش اكاديميه، مكتوب 15 اكاديميه، اغلبهم في القاهره، في الجيزه، في اقاليم زي في واحده في المنصوره، في اسيوط، في اسوان، في السويس، ودي اللي بتغطي القناه لان انت صعب تفتح في الاسماعيليه وفي بورسعيد. في اسكندريه.
وفي دبي، وفي الكويت، ومؤخرا تقريبا في السعوديه. فانت بتتكلم عن حوالي 15 او 16 اكاديميه. المفروض الاكاديميات دي ان الناس بتدخل تدفع فلوس، اللعيبه او الاولاد دول بيتعلموا كوره. مكتوب على ويب سايت النادي الاهلي ان انت عندك تقريبا حوالي 10,000 لاعب في الاكاديميات، مع 250 مدرب و200 بطوله. ده الويب سايت كاتب كده. طيب الفكره بقى ايه؟ يعني انت عندك 10,000 لاعب ما فيهمش مواهب؟ انت اكيد لو دورت في الاكاديميات عندك انت هتلاقي ناس. طيب هل الاكاديميات دي تكفي؟ هي كويسه جدا، انت مغطي اغلب المحافظات. الاكاديميه بس الوحيده كمان اللي انا عايز افتحها هي اكاديميه تانية جوه الدلتا، يعني الدلتا بيطلع منها مواهب كتير. انت مغطيها بالمنصوره بس، لا ممكن تفتح واحده كمان وليكن في المحله تغطي برضه معاك الدلتا، فيبقى معاك اكاديميه تانية. طيب من فتره كان في خبر مهم عن قطاع الناشئين. الخبر ده ان مدربين القطاع راحوا عملوا معايشه في لايبزيج. ده الموضوع ده لسه في اخر يناير. دي خطوه حلوه جدا، دي حاجه كويسه، ويا ريت يبقى في معايشات تاني كمان. والموضوع ده طبعا ده ماسكه بقى كابتن محمد يوسف، زي ما بقول لك بقى، هو مركز بقى في ده، بقى هو مركز بقى في القطاع والاكاديميات والكلام ده. طيب بس قبل ما اركز في القطاع والاكاديميات لازم اركز في الهيكله بتاعه الاكاديميه. دلوقتي الاكاديميه من المفترض ان فيها رئيس للاكاديميات كلها، اللي انا مش عارف هو مين بصراحه. وبعدين في بقى كل واحد ماسك له اكاديميه، منهم حسام عاشور. وبعدين في مدربين في القطاع، وبعدين في رئيس لقطاع الناشئين اللي هو كابتن وليد سليمان، واللي هو برضه نائب المدير الرياضي اللي هو كابتن محمد يوسف. يعني كابتن وليد سليمان يعتبر مديره في الشغل هو كابتن محمد يوسف. طيب بالنسبه بقى لانجلر، الراجل اللي هو مدير الفني الهولندي اللي كده، الراجل ده هو مدير فني لقطاع الناشئين. حلو جميل، بيعمل ايه بقى؟ لا هو السكوت ده اللي انا مش عارف، ما فيش اجابه. الهيكله دي مش احسن حاجه. المفروض يحصل ايه؟ المفروض ان لانجلر يبقى رئيس قطاع الناشئين مكان كابتن وليد سليمان. طب كابتن وليد سليمان يبقى ايه؟ يبقى نائب لرئيس قطاع الناشئين. ولانجلر ما يجيش لوحده، لانجلر يجي معاه واحد او اتنين اجانب برضه بس اصغر شويه، ويبقوا نواب لقطاع الناشئين زي كابتن وليد سليمان. طب كابتن وليد سليمان محطوط نائب عشان كابتن وليد سليمان هو ده اللي بيجهز ان هو يبقى رئيس قطاع الناشئين القادم، واللي هو يبقى المدير الرياضي اصلا القادم للنادي الاهلي. وفي نفس الوقت لانجلر ده عنده اتنين مساعدين اللي هم النواب دول. طب ليه انا جايب اتنين تانيين اجانب؟ عشان تلف على الاكاديميات. ما الاكاديميات اللي انا قلت لك من شويه دي انا عايز اطلع منها، مش عايز اخد منها فلوس بس، انا عايز اطلع منها لعيبه. ففي ناس هتلف كعب داير على الاكاديميات دي. فلانجلر ده اكيد ده راجل حج كبير، يعني اكيد مش هيقعد يلف لي على الاكاديميات. فانا عايز ناس معاه تبقى واخده رخص تدريبيه على اعلى مستوى، تلف تشوف تدريب الاكاديميات ده عامل ازاي، ولو انت بتعمل حاجه غلط تصلحها، وتشوف المواهب وتدي تقارير للمواهب للانجلر، ولانجلر يرفع تقاريره لكابتن محمد يوسف، ودي التقارير اللي كابتن سيد عبد الحفيظ زي ما قلت لك هينسق معاه عشان يشوفها. والله انا عندي هنا لعيب اسمه كذا، لعيب كويس جدا، والناس الاجانب بيقولوا عليه ان ده راجل كويس قوي. طب تعالى هاته بقى نشوفه، تعالى نشوف الراجل ده بقى هاته بقى في فرقه تحت مش عارف كام، هو شوفه عنده كام سنه، وهاته في الاول نشوف. طب هو احنا ناقصين اجانب؟ ده احنا اصلا عندنا مشكله دولاريه وعندنا بلاوي. عايز اقول لك ان ديانج لو مشي، يعني انت مثلا ديانج خلاص ماشي صح، لو انت صبرت سنه واحده وما جبتش اجنبي بدل ديانج، انت جبت مرتب الاثنين اجانب اللي انا قلت لك عليهم اللي هيجوا يشتغلوا في القطاع، بل وانك ممكن تكون جبت اكتر. وبالنسبه للاكاديميه الزياده اللي انا قلت لك ان انا عايز افتحها في الدلتا، انت مش هتدفع فيها مليم. انت فهمت اللعبه زي الاعلانات يا باشا، انت هتجيب شركه رجل اعمال كبير، يا باشا عايزين نفتح اكاديميه هنا، وغرق الاكاديميه بالاعلانات بتاعتك بس. شكرا، انت كالي ما دفعتش اي حاجه. يعني انا مش هجيب اجنبي مكان ديانج
عايز تجيب هات، بس يعني قبل ما تجيب اجنبي مكان ديانج انت لازم تبقى عارف هو مين الاجنبي اللي انت هتجيبه اصلا. وبعدين المفروض ان محمد علي بن رمضان يوم ما يمسك فورمه والبدني بتاعه يبقى كويس يبقى هو اللي موجود. ومتنساش ان كاباكا المفروض يرجع، واحمد رضا المفروض جاي من اعاره. انا مش بقول لك انك ما تجيبش اجنبي، انا عايز اجيب اجنبي، بس المشكله ان انا الاهم بالنسبه لي ان انا عايز اظبط القطاع. فانا دلوقتي لو معايا شويه دولارات اجيب واحد اجنبي النهارده ويفشل لان انا ما عنديش قايمه مصغره اعملها عشان اجيب بيها اجانب، ولا اجيب اتنين في القطاع اخليهم يشتغلوا شويه. اجيب القطاع. طيب افرض انت جبت ناس في القطاع، جبت لانجلر واتنين والعالم دي ما اشتغلتش ما طلعتش حاجه. هنا بقى النقطه. كابتن محمد يوسف انت بتدير الناس دي، انت لازم تقعد مع الناس دي كل ممكن ربع سنه، يعني كل مش يعني يا سيدي كل شهر. فين يا جماعه الشغل؟ فين التقارير؟ فين اللعيبه اللي انتوا شايفينها كويسين؟ طب وريهم لي، هاتهم لي هنا في النادي نشوفهم في يوم، نعمل ماتش بينهم ومش عارف ايه، وتقعد تحضر تشوف الماتش تشوف اللعيبه دي اتحسنت ولا لا، اتطورت ولا لا. ما هو ده ادارتك للقطاع. لان الناس الاجانب دول نفسهم لو ما فيش تحسن في اللعيبه الصغيره اللي موجوده يبقى الناس دي المفروض تمشي ويجي مكانها ناس تانية. مين اللي ياخد القرار؟ مش كابتن محمود الخطيب ولا كابتن سيد، ما احنا ظبطنا بقى ملفات كابتن محمد يوسف هو اللي ياخده. هنا بقى يجي دور كابتن محمد يوسف في اتخاذ القرار. انا شلت لك موضوع العقود وشلت لك موضوع ان امام يمشي بكام ومش عارف مين يجي بكام ومين ياخد كام في الاعلان، مالكش دعوه بالقصص دي خالص. بس ركز هنا بقى، لان انا عايز الاهلي يمتلك افضل قاعده ناشئين في مصر، لان هي دي اللي دايما هتلحقك، ودي اللي هي دي اللي كانت بتلحقك زمان. بس فده عن تقسيم الملفات وعن يعني الشغل اللي انت المفروض تعمله في قطاع الناشئين. كابتن وليد سليمان انا ما بقللش من دوره او منصبه، هو كمان شويه هيبقى الرئيس، بس كابتن وليد سليمان انا اسف النهارده هو لا يمتلك ما يكفي لاداره قطاع ناشئين النادي الاهلي. لازم يتجهز هل انا اقدر اجيب كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده واقول انه يتعين رئيس النادي الاهلي؟ لا، هو دخل الطبيعي عضو الطبيعي بتاعه. فنفس الفكره كابتن وليد سليمان ادخل كنائب للراجل ده وابدا اطلق، وكمان شويه تبقى رئيس قطاع، كمان شويه تبقى انت نفسك بقى مدير رياضي بقى، خلاص انت فهمت الليله. فياخدها واحده واحده، انما تدخل طخ رئيس قطاع الناشئين دي حاجه صعبه جدا، بتضرب الاساسات بتاعه المبنى. بس فده فيما يتعلق بقطاع الناشئين. ويا ريت لما نطلع بقى ناشئين كويسين ما نودهمش اعاره سيراميكا وزد والعالم دي بعد كده نستغلهم يعني. اللي بيروح بقى اعاره ده يبقى اللي هو الزياده بقى، اللي هو انت خلاص انت عارف بقى ان ده مش هياخد فرصه خالص، انت ممكن يبقى عندك عدد، فده ماشي توديه اعاره بعد كده وممكن تبيعه وتكسب فيه فلوس لان انت مش صارف كتير قوي عليه، وان كنت انت صرفت ان انت دفعت اتنين زياده بالدولار بس تكسب فيه فلوس. قطاع الناشئين والاكاديميات ده بند لسه في حاجات تانية هكلمك فيها، بس عشان الفيديو ده طول احنا ممكن نقفل هنا دلوقتي وهكلمك ان شاء الله في فيديو تاني برضو عن حاجات تانية لازم اداره الاهلي تعملها في الفتره الجايه. شكرا جزيلا.